السلام عليكم ورحمة الله. وطن حبايبي، تعالى نتكلم في الكورة. إن النهارده الأهلي بصراحة مع المصري أبدع وأمتع، وبجد بانت شخصيته. يعني لا 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 يا عماد النحاس، بجد برافو. لا لا، عماد النحاس يا جماعة بصراحة بيثبت إن هو مدير فني عنده عنده كتير ويستحق الفرصة. وبجد النهارده أثبت لنا، والأهلي واللعيبة أثبت لنا اللي بجد هي دي شخصية الأهلي. يلا بينا نتكلم شوية في الماتش. أول 6 دقايق المصري كان راح بثلاث هجمات، هم شبه بعض بالظبط، نفس الهجمه نفس الطريقه، والثالثه جول. واحده في العارضه، واحده عدت بسلام، والثالثه صلاح محسن لقاها هديه. لقاها هديه من ياسر ابراهيم اللي ما فهمتش منه هي عدت منه ازاي. هي عدت منه بطريقه عجيبه غريبه، انا ما فهمتش ياسر ابراهيم فيها خالص. ومش عارف بجد، خط الدفاع في الاهلي محتاج ترميم، محتاج ترميم قوي. لان ربيعه مستواه بسبب التجديد النازل، النازل قوي مع الاصابه اللي النهارده. عندك العش اللي فعلا النهارده اثبت ان هو لا يقعد دكه لياسر ولا يقعد دكه ربيعه. لان بصراحه احنا شفناه من ساعه ما نزل قفل على بوكا خالص. جون اوبوكا ما عرفش يتحرك من العش طول الماتش لحد ما طلع، وكان يستاهل طرد كره مروان لجون اوبوكا. اما الجون بتاع صلاح محسن ده، يعني خط الدفاع كله سال عنه، واولهم ياسر ابراهيم ومعاهم الشناوي اللي كان عنده بعض السرحان النهارده. حتى في الجون اللي هو الثاني بتاع المصري في اخر الماتش كان عنده سرحان. اتخطف بس هو المفروض هو مركز. هو الماتش هو سرح، هو اطمن النتيجه. تعال نتكلم بقى على ايه، على المكاسب بتاعت الاهلي النهارده. نتكلم على رجوع وسام وتألقه، بدماغه ماشي، برجليه ماشي، فاولات ماشي. والجون بتاعه اللي هو ما اتحسبش ده، بجد انا لحد دلوقتي مش فاهم هو اتلغى ليه. اللي فاهم يقول لي بجد، والله انا مش عارف هو اتحسب اوفسايد ولا فاول ولا تدخل. ما فهمتوش والله، بس هو كان من حلاوته والله ما كان يتلغي. وبعدها على طول بدقيقه طاهر بيرجع. طاهر اللي مستواه ثابت بقاله فتره، بجد اعلى مستوياته وفي ليفل عالي، ومحافظ على نفسه. وحتى بعد الإصابة رجع وجاب مستواه وبيهدف كل ماتش. ونيجي برضك للمكاسب كتير اللي معانا، وصدارة إمام الهدافين الدوري، وصدارة الأهلي للدوري المصري. احنا لمدة 24 ساعة نبقى صدارة الدوري، بس إن شاء الله على طول. إن شاء الله بكرة البنك الأهلي يعني يدينا هدية هو كمان، ومن بعدها ما حدش يشمه تاني، ولا بيراميدز بقى ولا زمالك ولا بتاع. والأهلي جاي، الأهلي جه 3-2، بالخمسه ماشي، بالاربعه ماشي. عماد النحاس جاي بيقول انا معايا سكواد مرعب، سكواد هجومي مرعب، ما ينفعش ادافع بيه. وده فعلا النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي اللي بيلعب دايما على البطولات، اللي هو نمره واحد عنده انا عايز اكسب، وامتلك سكواد عالي قوي، لازم اتصرف بيه صح. الدوافع الجديده اللي عماد النحاس اداها للعيبه، وتثبيت التشكيل، والتغييرات اللي موفقه معاه جدا. وكلنا طبعا نفسنا معلول يرجع تاني ويديله اكتر، وهو يستاهل اكتر. احنا شفناه يا جماعه بجد، علي معلول لمسات سحريه. المهم نرجع نقول ان عماد النحاس رجع الاهلي شخصيته، رجع الاهلي الدوافع بتاعته، الروح بتاعته. بجد يستاهل، الفريق يستاهل. بيجتهد، فاهم شخصيه الاهلي قوي، فاهم اللعيبه. موفق جدا، وبجد كلنا نتمنى له نجاح. عماد النحاس بجد بيثبت كل ماتش ان هو يعني مدير فني ناجح، مدير فني يستاهل ان هو كان ياخد الفرصه من زمان مع الاهلي. ومبروك للاهلي صداره الدوري، وان شاء الله ان شاء الله ما ننزلش من عليها باذن الله. السلام عليكم.